السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى صينيه سمك بالصلصه ممكن تاكلوها في حياتكم بجد. حلوه قوي وسهله وبسيطه وبتتعمل باي نوع سمك انتوا حابينه. وكمان هنعمل جنبيها احلى رز صياديه كده. لزوم السمك، وكمان هنعمل مع بعض طبق طحينه لذيذ جدا وجميل، حاجه كده اللهم بارك. هتشرفك قدام اي حد، وكمان اكله بسيطه وسهله ومش هناخد وقت مع بعض. بس يلا بينا نصلي على النبي ونبتدي في الوصفة على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هنا عندي نوع السمك ده انا جبته بس مش فاكرة اسمه بصراحة. ده قريب كده من السمك البلطي، شبه السمك البلطي بس هو مش سمك بلطي. اي نوع سمك ممكن تستخدميه. بتجيبيه تنضفيه كويس جدا جدا جدا، وبتغسليه كويس قوي وبتنضفيه. معايا معلقة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعايا عصير ليمونة او عصير ليمونتين. اول حاجة عملتها حطيت الليمون على الثوم، دي التتبيلة بتاعت السمك بتاعتي. ممكن تضيفي قرن فلفل معاها، مفيش اي مشكلة. وحطيت بقى كمون، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، ملح، وقلبت التتبيلة دي كويس قوي مع بعض عشان اتبل السمك. ممكن تتبليه قبليها بليلة، ممكن تتبليه وتشيليه في الفريزر، بتطلعيه على طول تستخدميه بيبقى متبل وجاهز. هعمل فتحات في السمك كده بالسكينة. مش حابة تعملي الفتحات دي براحتك، بس انا بحب اعملها عشان التتبيلة تدخل في السمك كله. لو هتسألوني ليه مقطعة السمك، ليه مش مخليه السمك صحيح، عشان السمكية دي كانت كبيرة. السمك ده كان كبير جدا، فانا حبيت ان انا اقطعه زي منابات كده، زي قطع، عشان السمكة كانت كبيرة. لكن لو السمك صغير عادي جدا ممكن بتحط السمكة صحيح. اللي انا مش فاكرة والله العظيم نوعه، بس هو بجد حلو ومفيش اي مشكلة. هو شبه السمك البلطي بالظبط. هتتبليه كويس قوي، وبعد كده هتسيبيه مثلا نص ساعة كده في التتبيلة. لو هتتبليه من بالليل احسن، وكمان لو هتتبليه وتشيليه في الفريزر بتطلعيه بيبقى متبل حلو قوي. على ما يتبل كده هنعمل مع بعض الصلصة الجميلة بتاعتنا. هنعمل الصلصة سهلة خالص وبسيطة ومش عايزة مكونات كتير. طاسة كده على النار سبتها تسخن، وحطيت شوية زيت حلوين. تمام، حط شوية زيت كده حلوين عشان خاطر صينية السمك بتاعتك تطلع حلو. وجبت بصلاية متوسطة كده، فرمتها ناعم جدا 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 في الكبة. وبعد كده حطيتها بعد ما الزيت ما سخن معايا، رحت حطيتها في الزيت وشوحت فيها لغاية لما اوصل للدرجة اللي هي الذهبي. تمام. انا مش عايزه ان هي تتحمر قوي قوي قوي، لا انا عايزاها تحمر بس مش قوي. تمام. اول ما اوصل للدرجه اللي هي اللون الذهبي اللي هو ده، بروح نازله على طول بمعلقه صغيره مفرومه من الثوم، وابتدي اقلبها تقليبه بسيطه قوي كده، واروح اكون ضاربه طماطم، عصير طماطم، الكميه اللي انتي هتعمليها على حسب كميه السمك طبعا. تضربيه وتصفيها. السمك بتاع عصير الطماطم ولا بيبقى تقيل قوي ولا بيبقى خفيف قوي، بيبقى وسط. تمام. بقى كده انت بتسيبيه يتسبك على النار. تمام كده. ما تخففوش قوي بالميه وانت بتضربي الطماطم، ولا ان انت تسيبيه تقيل. خليه وسط. وكمان انا بحب اصفيه جدا جدا جدا. بعد ما حطيت عصير الطماطم على البصل والثوم، رحت اديت له تقليبه كده وغطيته، وهسيبه بقى يتسبك براحته خالص على ما يغلي كده. هوريهولكم برضو. هنا كان خلاص بدأ ان هو يغلي، بس لسه طبعا ما تسبكش. تمام. الطماطم بتاعتنا نية. على ما يتسبك هنقلي مع بعض السمك. تمام كده. هنا كده كل حاجة واضحة وسهلة وبسيطة، وان شاء الله مش هياخد معاكم اي وقت. هنا بقى هنقلي السمك بايه؟ جبت شوية دقيق، وحطيت عليهم شوية كمون وشوية ملح، بس كده مش اكتر من كده، وقلبتهم كويس قوي. وخدت السمك اللي انا متبلاه، وابتديت ان انا اضغط كده بيه يعني اغلفه بالدقيق بس. وانا بغلف بالدقيق ببتدي ان انا اضغط على السمكية نفسها بالدقيق عشان خاطر تمسك عليها. بس كده هنخلص بقى الكمية كلها، وهوريها لكم برضو بعد ما ان انا غلفته بالدقيق. تمام عشان ما اطولش عليكم يعني. فهخلص الكمية وهرجع لكم تاني. في الوقت ده حاطه زيت على النار ان هو يسخن لغايه لما احط السمك كله في الدقيق عشان خاطر اشتغل على طول في الزيت، مستناش بقى تاني ان هو يسخن. هنا كان خلاص خلصت الكميه كلها بتاعه السمك. غلفتها كلها بالدقيق كويس قوي. هنا بقى اهو الزيت كان سخن. هنا حولت الصلصه على العين التانية بتاعه البوتاجاز عشان خاطر ان هي تتسبك على مقلي السمك.
اهم حاجه انزلي بالسمك في زيت سخن، متنزليش في زيت بارد ان هو يسخن بيه السمك عشان خاطر هيشرب منك زيت كتير. فاهم خطوه ان انت انزلي في زيت سخن عشان خاطر ما يشربش زيت منك خالص. تمام، ويطلع مقرمش كده وحلو. انا طبعا مش هقلب السمك نهائي غير لما يحمر من الجنب الواحد يعني. تمام، ما تقعديش تقلبي فيه عشان ما يتهرش منك على الفاضي والمليان. اول ما يحمر من جنب هروح ابتدي ان انا اقلب فيه زي كده. هنا كان حمر، بس طبعا ان انا التحمير اللي هو اخد اللون الذهبي الفاتح، انا هو كان استوى من الناحيه دي، بس انا كنت حابه ان هو يحمر اكتر من كده عشان لسه هحطه في الصلصه. فانا هخليه يحمر من الناحيه التانية كويس، وبعد كده هقلبه تاني على الناحيه دي ان هو يحمر تاني عن الناحيه دي يعني شويه، عشان هو كان استوى وكل حاجه من الناحيه دي، بس كنت حاسه ان هو فاتح شويه، كان واخد اللون الذهبي اللي هو فاتح قوي ده، فكنت عايزاه ان هو يحمر شويه بسيطه قوي من الجنب ده. نفس الطريقه مش هقلب غير لما يحمر بالطريقه دي اهو. شايفين التحميره دي انا حباها جدا، بالذات بيدي طعم حلو قوي يعني للسمك، بيدي طعم حلو قوي غير ان انت لما تطلعيه ابيض. تمام، كده قلبته كله، وابتديت ان انا خلاص كده هو حمر معايا من الجنبين، وهطلع على طول السمك. السمك عندي ما بياخدش اي سوا خالص، اي نوع سمك ما بياخدش سوا كتير على النار، ما تسيبهوش كتير على النار عشان ما ينشفش ويجلد منك. تمام، انا خلاص كده لما بلاقي حته بيضه مثلا بقلب الناحيه التانية على ما اطلع السمكه اللي جنبها، بتكون خلاص ان هي حمرت. هطلع الكميه كلها وهوريكم بقى الصلصه بعد ما تتسبك هنحطه ازاي السمك فيها. هنا شايفين الشكل جميل ازاي. هنا بقى الصلصه بتاعتنا كانت اتسبكت حلوه قوي، وجبتها بقى على العين اللي قدامي دي، وابتديت ارص فيها السمك. انت بترصي كميه سمك، وبعد كده بتاخدي بقى المعلقه الجميله بتاعتك دي وتروحي حاطه الصلصه كده على الوش السمك، او ممكن تقلبي السمك في الصلصه، بس مش عايزاكي تقلبيه كتير عشان خاطر ما يتهرش منك في الصلصه، عشان هو لسه انا مولعه النار عليه. فباخد بمعلقه كده او مغرفه شويه صلصه بحطهم على وش السمك اللي انا حطيته. طبعا انا هولع برضو الشوايه وهحطها تحت الشوايه كده تاخد لون وتاخد تشميعه حلوه قوي كده، وبعد كده بطلعها، ما بتاخدش اي وقت خالص. تمام، على ما نخلص باقي الحاجات يعني الطحينه والحاجات دي، هيبقى خلاص هطلعها على طول. كده خلاص حطيت الصلصه على وش السمك كله، هبتدي اسويه كده في الصينيه، وابتدي ان انا احطه، هسيبه بس دقيقه واحده بس على النار، وبعد كده هحطه تحت الشوايه. هولع الفرن الشوايه بس ما بولعش تحت، هولع الشوايه بس تتشمع كده وخلاص. على كده هطلعه. على ما ده ما يحصل هنعمل مع بعض الطحينه. الطحينه جميله جدا وسهله وبسيطه، وما اخدتش معايا 5 دقايق عمايل يعني. تمام، كمان اقل من 5 دقايق. اي نوع طحينه انت حباه، حتى لو طحينه الفلت الخام انت بتجيبيها. أنا طبعا عملت الطحينه في البيت قبل كده، هسيب لكم برضو في صندوق الوصف عمايل الطحينه. عملته كان جميله جدا، بس انا طبعا كانت خلصانه من عندي فعملت بالجاهزه دي. معلش، بستخدم ميه فتره عاديه جدا، ولا سخنه ولا اي حاجه، ميه فتره عاديه جدا، وابتدي ازود الطحينه بالراحه بالراحه كده لغايه لما اوصل للسمك ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، بيبقى وسط كده زي قوام الكيكه كده، بيبقى حلو. وابتدي نزلت بيه مع عصير ليمونه، ومعلقه كبيره من الخل، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم، وابتديت ان انا اقلب كويس قوي. حسيت ان السمك تقيل شويه، رحت زودت شويه ميه كمان، ابتديت اقلبها. هحط الاول خالص البهارات قبل ما احط الزيت. حطيت كمون، حطيت فلفل اسمر، حطيت ملح، وحطيت كزبره ناشفه، قلبتهم كويس قوي، وابتدي في الاخر خالص هحط الزيت. حابه بقى تضيفي معلقه كوبايه زبادي في الخطوه دي براحتك، مش حابه خلاص. انا بحب الطحينه كده بيبقى طعمها حلو قوي. تمام، كمان لو عاملاها في البيت ونظافه كده بيبقى جميله جدا. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. انا عملتها بالسمسم، بس سمسم وزيت، وكان طعمها احلى من اللي بره كمان. كده قدمتها في الطبق ده، وهحطها في التلاجة لغايه وقت التقديم. هنا صينيه البطاطس اهو صينيه السمك اهو طلعتها، جميله جدا، شمعتها بس كده وجميله جدا قوي اهو. هسيبها بقى تهدى شويه كده على ما نعمل مع بعض الرز الصياديه. الرز الصياديه طبعا من الحاجات اللي بتتاكل سخنه، لو بردت ما بتبقاش حلوه قوي، فهنعمله مع بعض ونرجع نقدم مع بعض الاكل كده على النار.
ورحت حطيت شويه زيت، وكنت فارمه بصلايه كده كبيره في الكبه ناعم، وابتديت ان انا انزل في الزيت كويس قوي، هشوح فيها لغايه لما اوصل لدرجه لون غامقه شويه. طبعا انت بتتحكمي في درجه الرز، سواء تطلع بني غامق قوي او يعني حلو كويس قوي، يعني اللون اللي هو بيج ده هوريهولكم دلوقتي. لغايه ما اوصل للدرجه دي خلاص. انت حابه تغمقي الرز عن كده، غمقي البصله. تمام. يعني حابه الرز بتاعك يطلع غامق خالص، فغمقي البصل عن كده. كده هي فاتحه، فالرز بتاعها هيطلع فاتح. انا حباه كده بصراحه. نزلت بقى بمعلقه توم مفرومه صغيره، وابتديت اشوح فيها. ما كملتش دقيقه كده رحت نزلت على طول بكميه الرز بتاعتي. انا هنا عملت كيلو من الرز، عليهم بصلايه كبيره مفرومه، وهقلب كويس قوي الرز مع البصل، هشوحهم كويس قوي على النار. وابتدي ايه بقى بعد كده بعد ما اشوحهم عشان ياخدوا كله من طعم بعض. زي ما قلت لك، انت حابه الرز اغمق من اللي انا عملته، غمقي البصله بتاعتك بتاعت الصياديه. كنت غاليه ميه في الكتل، رحت نزلت بكميه الميه بتاعتي المناسبه للرز. ما تكتريش ميه عشان ما يعجنش منك، وما تقلليش برضه عشان ما يطلعش ني. هو الميه بتاعت الصياديه بتاخد رز الصياديه بياخد ميه اكتر شويه، عشان طبعا البصل يعني بيمتص شويه من الميه. حطيت كمون، حطيت ملح، وبس على كده. وابتديت اقلبه كويس قوي، ظبطت الملح بتاعها كويس قوي، وحطيت كمون كمان، وابتديت اقلبها كده. وبعد كده هسيبها لغايه لما تغلي بالطريقه دي، وهوطي عليها النار خالص لغايه لما تستوي. وهوريها لكم بعد ما تتقدم. هغطي عليها النار، هغطي عليها الغطا، وهوطي عليها النار خالص لغايه لما تستوي. وهوريها لكم بعد التقديم كانت عامله ازاي. هنا بقى انا قدمت السمك، شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين قدمت السمك في السيرفيس ده، وقدمت كمان الرز اهو جميل قوي. عشان كده بقول لكم هو فاتح، انا بحبه كده، ما بحبوش اغمق من كده بصراحه. بحسه بيعمل حرقان كده لما بيبقى اغمق من كده. وشايفين شايفين السمك ريحته، كان طعمه شكله حلو قوي. والطحينه طلعتها من التلاجة. ممكن تعملي جنبيها طبق سلطه خضراء، وبألف هنا وشفا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. متنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه. واشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد.